مساء الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ الصيام مقبول ان شاء الله، افطار شهي. يعني اليوم عندنا تحضيرات للعجوز. العجوز راح تجينا يوم الجمعة بالليل. العجوز تجي منو؟ العجوز فواطم. بنات، هاي برد العجوز يقولون يوم الجمعة راح يبلش البرد ويستمر لمدة اسبوع، فاكيد خلينا نجهز اله. هنا بالليل ورا الفطور الجهال ظلوا ملتهين ويا ابوهم، وبنفس الوقت السيد سوالف لا دكتور فوت، فاني ما تحملت ساعدت الغراض يعني ذني الفراشات، قلت خل اغسلهن يعني نحتاج نغسل. وراحة نفسية إذا هما وياي ساعتين ما أكمل، يمكن ربع ساعة كملتهن كلهن، هن محتاجات غسيل وأنا شايلتهن، فقلت خاف صدق يصير بارد أو شي على مود أفرشن على نظافة. يا بنات، طبعا اليوم الروتين مو ببيتي، راح أكمله لكم، فخلوكم وياي وشوفوا شنو يصير. وانا اغسل بهذن الفراشات تذكرت شغله، قلت الله يساعد امهاتنا قبل بنات شلون يعني، واكو ناس لحد هسه متمسكه بهذا الشيء، شلون فراشاتهم ثقال. يعني الفراش 4 زلم ما يشيلونه، والله العظيم هاي الفراشات انقاذ، ان هاي الكاربتات والفراشات الثقيله هو هيك احنا وما مدبريها اصلا ونتعب بالغسل. فالحمد لله والشكر، انا اصلا قررت ما اخلي ببيتي اي فراش ثقيل، وحتى هذاك الرصاص من قلت لكم طلعته لان ثقيل ويتعب. فذن الفراشات انقاذ، يعني حتى ما يعني سهلات بالخزين وبالغسيل، مسوين منه يبسل منه. جيت هنا اسوي الماي، اواخره طبعا تعجزت انزل اجيب الماسحه، وكان هيك افتح بالسطح القى ماسحه مكسوره، هاي مال ابني صغيره، ظليت اسوي بيها. يعني اهم شي يعني نسوي سطحنا راح يوقع علينا على قولة ابني. وراها قمت خل اسوي السحور، البرد بلش بنات، فشغلت الصوبة وجيت اسوي شنو اسوي، والله حيرة هي السحور. يعني شوفوا حتى لبست هذا الكوت مال اختي، انا قلت لها رجع لك اياه، بس يمكن راح ارجع لها ولا ما يخلص الشتاء، يعني هي بس تضم مال الشتاء الجاي. لبسته، فحمست كباب مثروم وخليت وياه طماطة وشوية معجون، هي لازم كاتشب بس انا ما عندي كاتشب. وجبت خبز صاج، خبزاتين صاج، خليت الحشوة عليهن، وظليت افكر شنو اسوي بعد. قلت خل اشرب وياه شاي، بس انا من اشرب شاي بالسحور بعد ما انامن. منتبهين بنات، من تبقون للصبح قاعدين هيك للسبعة للستة، يعني خاصة احنا ما عندنا يعني مثلا التزامات ومدارس. فمن عرفت هاي سالفة انه اشرب شاي بالسحور، لا بقيت انامن. الحمد لله والشكر. هنا رحنا لاهلي، اوكي، يعني هي صارت فجأة هيك ورحت لاهلي. في بنات فطرنا شاربة وشي، ورحنا انا واختي نشتري، لان قررنا نسوي لمة ببيت اخوي، فعلى مود خاف تقولون يعني انه مصبغة ظافرك او شي، فهذا الشي ورا الصلاة لبسنا هيك دشاديش رمضانية وشي، وقلنا خلينا نسوي لمة. هنا شفنا طبخ الوالدة امه شنو مسوية، مسوية تمن ابيض وياه مرق باقلة. طبعا كالعادة البنت الكبيرة بس تصور، سويت لنا شعرية، هاي الشعرية كلش طيبة يعني وما ينشبع من عندها، هيك هي اصلا مش كلها مبينة طيبة. وهذا محلة بيه هو مال كاكاو، بس يعني كمية كلش قليلة. اجت هنا أنا امي سوت التمر، صفطت التمر، هذا اختي مسويته طيب، عاشت ايدها، قالت له روحي سويه ببيتك او اسويش، قلت لها لا اظل بس اكل بيه، وخلت هاي التمر العادي يعني. مرت اخوي الكفو دزت لي فتة، صراحة كلش طيبة، عاشت ايدها. هنا هذا الشوندر، عندي انا هاي الطريقة اسهل، ويعني اسهل من مخلل الشوندر، وبيها فوائد اكثر، اللي هو انه بس شوندر مجرد يعني سلق، ونخلي عليه رمان وكرفس وليمون وبس، يعني هيك شي. هنا سفرتنا بلشنا نحضر تجهيزات الفطور، طبعا هي اختي تحضر هي وامه ومرت اخوي، يعني انا صراحة بس اصور، احنا ما يخلني. فالحمد لله والشكر، نظام اهلي اول شي يفطرون شوربة وهاي السوالف، وبعدين يعني خلي ياكلون الطبق الرئيسي. طبعا امي سوت دجاجتين شو بالفرن، بس نسيت اصورهن وهن بالفرن. بلشنا نجهز هنا، هاي سفرتنا وعاشت ايدها الامي. هاي احنا بس احنا يعني النسوان ننزلهم سفرتهم واحد، لان هم بسرعة يخلصون، احنا نظل نسولف وهم يخلصون ويشربون شاي، واحنا بعدنا قاعدين على السفرة ونسولف وناكل.
منو يمثلنا بنات يعني هيك نضل بس نسولف يعني، خاصة صار لنا هواي ما مجتمعين. واختي طبعا اخر العنقود هاي اختي كلش مدللتنا، جابت لنا شاي انا وامي وقعدنا نشرب شاي. هنا أنا رحنا لبيت اخوي، فقال لي فواطم سوي لنا قهوة، فقلت هني يلا خل اسوي قهوة وتعالى نصورني. جبت هنا كوبين ماي، طبعا هاي اختي المصورة، انا اسوي بالقهوة ويا صورتكم بزينة رمضان. خليت كوبين، لا يا كوبين 4 أكواب ماي بنات، يعني سويتها بدون مقادير بس هي كلش طيبة. انا عندي هاي القهوة اطيب من النسكافيه، يعني خاصة انه هي بيها مرورة احبها اكثر من ما تكون حالية. خليت حليب، ضفت خاشوقتين شكر. اي فانا اسويها طبعا شنو السر اللي يخلي القهوة طيبة مالتي، انه انا اخلي شوية بنات هيجي يعني نص خاشوقة نشا، يعني كلش قليل، لان اذا كثرت راح يصير محلى بهيجي، مجرد يعطيها ثخن قليل يعني. وخليت قهوة قلت لكم بدون مقادير، يعني عينك ميزانك، بس والله كلش طيبة وحبيناها. وخليت مبيض شوية، مرت اخوي قالت خلي مبيض، انا ما اخلي مبيض يعني من اسويها ببيتي، وشوية حليب مكثف بس. ظلت يعني يعني مرورة القهوة طغت عليها. هنا أنا بقيت أحرك بيها على مود الشغلات تذوب، لأن المبيض مو بسهولة يعني يذوب هو والحليب المكثف. وأكيد ظليت متانيتها إنه شو اسمه، قال لي إذا تبدت أنت تنظفين الطباخ، فقلت لا أنا خليتي تبدأ. طبعا بنات أنا وأختي جبنا هاي الحبشكلات، اشترينا جباسة وهاي السوالف ورايتكم إياها من ساعة. ومرت أخوي مسويت لنا حلا البسكت، ومرت أخوي الثانية سويت لنا حلا توفي، فعاشت ايديهن. ولما ان شاء الله لمتنا دائما تبقى. وهاي قهوتي، شوفوا بنات والله مبينه كلش طيبه، هي مبينه شنو انا غرقتها كلش طيبه. وقلت لكم يعني اذا تردون القهوه تنجح خلوا شويه هيك نشا، مجرد يعطيها ثخن احسن ما تظل خفيفه. وهاي اللمة طبعا اهم شي انه كل فتره واحد هيك يلتم هو العائله، الاطفال فرحه وبقوا يلعبون واحنا نسولف. رجعنا من بيت اخوي، فاختي قالت لي ما خليش ترحين، خلينا نسوي السحر وروحي. رجعت لبيتي اني تقريبا بالوحدة هيجي، فكان وقت السحور. واختي سوى بالسحور هذين البلابل هنا مالات اخوي قاعدة تشوف البنات البلبل مسوي اجواء نفسها هيجي يسحر. طبعا احنا ما كنا مجهزين يعني الصاج مال القص مال الدجاج، فبدون تتبيلة، مجرد يعني خلينا له بهارات قص وهيجي ماي شوية واستوى وصار طيب. وهذا الخس اكيد يعني لازم بالسحور بالفطور خس. اجت اختي طلعت البوتيتا وخلت عليها طبعا هاي البهارات الفينجر، قد تطفرق بالبوتيتا مو طبيعية. ضافت فلفل، انا ما اضيف فلفل، فهي تحب حمسة خفيفة وتضيف فلفل. وبلشت تحضر بالمكونات واني اصور وبنتي تاكل. شوفوا بنات ايش قد احنا يعني ضيوف هيجي نعرف الاصول وشي. فهاي انا وبنتي قاعد نسوي ونلف بالصاجية. تالي قامن قال لا احنا نلف يعني، لان احنا نتأخر ونتعارك انا وياها وصرنا مالخ. اختي سوت لبست جفوف، فقلت لها هي انت السناقل هيجي يعني من الصغيرين، مثلا احنا هسه الامهات ما تمشي على جفوف وهاي السوالف، لان احنا مو بس نقعد نطبخ يعني ايدنا باكثر من شغله. انت تسوين عشاء او سحور، تغسلين المواعين، تروحين مدري وين تسوين هيجي. عكس البنات اللي بعدين هيجي كيوت وهاي لا يدورن يعني اتيكيت ومدري شنو ويسوين سوالف. بس والله كانت اللفات كلش طيبة، عاشت ايدها. خلت عليها بوتيتا وطماطة وفلفل وقص دجاج ولفيناهن. طبعا السحور خفيف خفيف، بس انا هسه عطشانة يعني، لان اصلا اكلت لفة واحدة بس فعطشانة. انا وقفت على الصاجية. يا بنات وقولولي هذا لحد هسه انتو انعزمتوا؟ لو عزمتوا قولولي بالتعليقات. ولهنا انا راح اختم الفيديو، اذا عجبكم خلوا لايك. باي باي.